الله عز وجل أراد أن يتلطف مع عباده فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. بعدين إيش قال؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. شوف اللطف. آمنوا أن وعدي حق وأني بعطيكم. ترى أنا قريب وأعطيك. أتى بالإجابة قبل الدعاء. الدعاء ليس مجرد كلمات نرددها، بل الدعاء هو العبادة، هو سهم الله الذي لا يخطئ، هو الارتباط الروحي بينك وبين رب العالمين، هو ركن ركين في عقيدة كل مؤمن. حبل وثيق بالله سبحانه وتعالى لا ينقطع. ادعو مو شرط لغة عربية فصحى، ادعو لو بلهجتك العامية ما يضر، بأي لهجة. ليس مطلوبا منك أن تأتي بألفاظ منمقة، الله ما يريد هذا، يريد اللي في قلبك. من خلقك لن ينساك. الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأرض ثم خلق من فيها عشان يعطيهم. ليش ما تروح لكلك؟ ليش خاش شيء بقلبك؟ فاضفض لله سبحانه وتعالى وكأنك تفضفض لنفسك. خذ أهم آية عندي في هذا الباب: أما يجيب المضطر إذا دعاه. ويكشف السوء. واحد مضطر إلى الله عز وجل، الله يجيب دعاء ولا ما يجيب؟ يستجيب الله له. حتى الكافر لو دعا رب العالمين الله يستجيب. الله يقول في آية أخرى: ادعوني أستجب لكم. أهم شرط للدعاء أنك تدعو وأنت حاضر القلب وأنت من داخلك موقن بالإجابة. أقسم بالله لن تعود بخذلان نهائيا. يعقوب عليه السلام كان يقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. ما أشكي لكم أنا، إنما أشكو إلى الله، إلى الله فقط إلى الله. فحلو لما الواحد يودع لله شتات أمره. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. شوف طرفة العين هي هذه الرمشة. ما أجمل أنك تطلب الله بيبانها مشرع عليك 24 ساعة. إن الله حي كريم لا يستحي إذا رفع أحدكم يديه أن يردهما صفرا. خائبتي. والوحيد اللي المفروض ما تتكلف في طلبه. الله سبحانه وتعالى يحب العبد اللحوح. شاني لحوح. لما أنت هذا الدعاء تلح فيه يوميا تطلب الله سبحانه وتعالى بنفس هذا الدعاء بدون تكلف. ادعو الله بأسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اطلب الله تشهد بأسماء العظمى، فهو الوهاب، العزيز، الحكيم، المعطي، الرزاق، العليم، الكريم، القوي، القادر، الجواد، الغني. فيا غني أغنني، يا كريم أكرمني، يا جبار اجبرني، يا قوي قوني، يا رب الفضل فضلك والرزق رزقك. يا رب ارحمني في هذه واعطني اياها فأنت الكريم الجواد الرازق الواسع. يا رب الآن أنا بين يديك. أنا مالي من تصريف الدنيا شيء، أنت اللي أعطيتني. يا رب كيف ما قلت. فيا ربي تكفى يا ربي. يا رب أنت وأنا. الله سبحانه وتعالى يغضب من العبد إذا لم يطلبه. الله يجي ينزل في الثلث الأخير يقول: هل من داع فأستجيب له. إما أن الله عز وجل يعطيك دعوتك اللي أنت دعوتها بالضبط، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله. طيب الأمر الثالث يؤخرها لك يوم القيامة فتجد جبال من الحسنات. يونس عليه السلام فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في ظلمة الليل وظلمة بطن الحوت وفي ظلمة أعماق البحر، النتيجة فاستجبنا له ونجيناه من الغم. خرج من بطن الحوت. الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وأعطيت كل ذي سؤل سؤله ما نقص ذلك من ملكي شيئا. أتحدى عقلك يقدر يستوعب هذا الشيء. الجأ إلى الله في كل أمورك وهمومك، طول في سجودك، وادعو الله بما تشاء. وخلى في بالك أنك حتشوف أثر كل دعوة أنت دعيتها لله سبحانه وتعالى. تخيل هذه الدعوة وهي تسافر من على سجادتك تشق السماء وتصل إلى الله سبحانه وتعالى. لحظات السهر غالية فلا نرخصها بالغفلة.